وطبعا التحرش واحد من أهم الصور اللي بتعكس ممارسات العنف ضد النساء. أنا اسمي نيرفانا سامي، بنت مصرية بتعرض لحالات تحرش، لأن أنا مقتنعة جدا إن الغلط مش مني، الغلط من الحيوان اللي قرر إن هو يتعدى على حريتي، الغلط من المجتمع اللي بيسمح لدوت وبيشجعه، الغلط من الحكومة اللي ما بتقدرش تحميني، الغلط من الناس اللي بتسمع وفي الاخر خالص بيفضلوا يبصوا طب هي لابسه ايه، طب هي بتعمل ايه، طب هي كانت ماشيه ازاي، كانت بتقول ايه. دايما الموضوع بيلف يلف ويجي الغلط في الاخر على البنت. ما هو انت الشارع العادي ممكن يكون بيحصل فيه حالات تحرش بقى لاسباب متعدده، يعني الناس من الاساس بتستبيح، يعني انت في ثقافه ممكن تستبيح ان يعني الجور على المراه باعتبارها الفئه الاضعف يعني او الحلقه الاضعف في الشارع ما فيهوش امان. يمكن اكتر حاجه بين قد ايه المجتمع دوت، او اكتر حاجه عرت المجتمع قدام نفسه ساعه لما البنت اتعرت عند مجلس الوزراء. كل اللي هم الناس فكره ان البنت دي كانت لابسه عبايه بكباسين او مش بكباسين، او محدش فارق معاه ان دي انسانه تم انتهاكها بالطريقه دي يعني تم التعدي على حريتها بالطريقه دي. ممكن يكونوا الناس فاهمين ان البنت دي ما ينفعش تطلع توري وشها للناس لان هي اتعرت، بس حقيقي مش البنت اللي اتعرت، انتوا اللي اتعرتوا، المجتمع هو اللي اتعرت. يعني الواقع المجتمعي يدعمه واقع سياسي، ده الاخطر، تدعمه دوله بتبعت رسائل ان يستمر التحرش، ده الاخطر. عزة الجارفة أو أم أيمن زي ما اسمها معروف، اللي هي المفروض بتعبر عني كأنها امرأة تحت سقف البرلمان، طلعت قالت إن تتلغي حاجة اسمها قانون تحرش وإن أنا السبب. هو ده البرلمان بتاع الشعب؟ لا طبعا البرلمان ده ما بيمثلنيش، أنا ما أقدرش أطالب منه أي حاجة لأن هو بالنسبة لي برلمان ساقط. إن أصبح في دعم لحالات التحرش، أنت تدعم التحرش الجنسي لما ما بتاخدش موقف من استنكاره رسميا، لما بتاخدش موقف من تجريمه قانونيا، لما بتاخدش موقف من رفضه مجتمعيا، بل بالعكس أنت ممكن تدعمه وتكرسه بفكرة إن الستات تستاهل والبنات تستاهل، ما تشوفوا لابسين إيه ونازلين ليه القوانين بتتفعل في بعض الجرائم مش في كل الجرائم. طبعا جريمة خدش الحياء بتبقى صعب شوية ان هي تتفعل، لان ممكن في ناس كتيرة جدا ما بتلجأش ان هي تبلغ عن حاجة زي دي، يعني ممكن واحدة تمشي في الشارع تسمع كلمة ما تروحش القسم تبلغ، فما فيش ده، ما بتتفعلش في النقطة دي. نقطة هتك العرض احيانا بيكون فيها محاضر، بتتعمل محضر معاكسة وممكن بينتهي في القسم. انما بخصوص جريمه الاغتصاب فدي طبعا لازم توصل للقضاء وقانونها مفعل والماده بتاعتها شغاله وتشتغل في القضاء، يعني يوصلوا فيها للعقوبه فعلا من 3 سنوات لاعدام. اللي انا محتاجاه من الدوله ان الدوله تفعل القوانين بتاعه التحرش وبتاعه الاغتصاب وحتى التعدي اللفظي. المفروض ان احنا عندنا في القانون في حاجه اسمها ان لو حد خدش حياء او قانون يعني قانون اسمه خدش حياء، ان لو واحد تعدى على حد باللفظ. المطلوب مننا طبعا ان احنا نستمر في الضغط على التحرش، مطلوب ان احنا نواجه الرموز العامه خاصه الرموز السياسيه او البرلمانيه اللي بتسمح لنفسها انها تكرس حالات الانتهاك ضد النساء، زي انها تقول ان البنات تستاهل التحرش. اللي انا بطالبه من الدوله ان هي تحميني، ان هو يرجع تاني او يكون في اصلا حاجه اسمها عربيات بتعدي طول الوقت في الشوارع الضلمه عشان ما فيش بنت تتعرض لده، يكون في حاجه اسمها افراد امن في الشوارع وفي المرور وفي المترو في حاله اني تعرضت لدوت، فبالتالي حقي يجي.